بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على التيوبس وعرفنا كل تيوب بتحتوي على مادة ايه وبتشتغل ازاي ولونها ايه واشهر التحاليل اللي بتتعمل فيها. في الفيديو ده هنتكلم عن جزء مهم مكمل للجزء اللي فات. زمان لما كانوا بييجوا يسحبوا تحاليل ويحطوها في الانابيب كانوا بيحطوها بشكل عشوائي، فكانوا بيجوا يحطوا في الانابيب بشكل عشوائي، فعملوا نتائج وابحاث على مرضى نتائج تحاليلهم في البوتاسيوم عالية قوي، ومرضى تانيين نتائج تحليلهم في الكالسيوم قليله قوي. فاما عملوا ابحاثهم على المعامل لقوا ان المعامل مثلا بيجوا يسحبوا على تيوب الاديتا، فانت بتحط مثلا السن بتاع البلاد بتاعك بتحطه في تيوب الاديتا، تيجي تطلعه، يعني انت غصب عنك بتلاقي ماده الاديتا بتروح ماسكه في سن في السن بتاع الابره، فالنقطه الصغيره ديت لو راحت لتيوب تانية بتعمل مشاكل كبيره. ليه؟ انت عندك الاديتا بتمسك الكالسيوم جامد، فاصبح الكالسيوم بتاعك قل خالص. لو الشخص دوت ليه تحليل كالسيوم وانت غصب عنك السن مسك في نقطه اديتا ورحت تحطه في تيوب سيرم، هيعمل مشاكل. انت اصبح الكالسيوم بتاعك مفيش، فعطى نتائج فيها مشكله. نفس الكلام البوتاسيوم، احنا قلنا الاديتا دي عباره عن بوتاسيوم اديتا، لو السن بتاعك مسك فيها برضو انت كده زودت البوتاسيوم بتاع المريض ده، والمريض ده البوتاسيوم بتاعه مثلا وليكن نورمال، فانت زودته فعملت نتائج غلط. فالمشكله ديت اما لاحظوا المشكله دي في كذا حاله، فعملوا ابحاث قالوا لا خلاص بقى احنا نبتدي نعمل ترتيب مظبوط بحيث ان احنا نتفادى تلوث العينات ونتفادى الغلط في النتائج. جت منظمه اسمها CLSI، دي منظمه متخصصه ان هي تحط ارشادات للمعامل. فحطت قالت لك ايه؟ قالت لك احنا هنعمل ترتيب، ولازم لازم لازم الصح ان كل المعامل تمشي عليه بالمعايير المظبوطه عشان نطلع نتائج كلنا تبقى مظبوطه. طب ايه المعايير دي وايه الترتيب ده؟ قالوا خلاص بقى احنا اول حاجه هنسحبها، يعني انت دلوقتي لو عندك حاله ليها تحاليل كتير احنا هنمشي بترتيب. اول حاجه هنمشي لو الحاله ليها مزرعه دم بلاد كلتشر هنسحبها الاول. طب ليه البلاد كلتشر نسحبها الاول؟ لان دي مزرعه دم، مزرعه الدم دي وارد ان هي تتعرض لاي تلوث، فانت لازم تبقى متعقم لها كويس. يعني اللي بيسحب بلاد كلتشر دي في المستشفيات معظمها بيبقى لازم تعقيم مهم جدا، تعقيم تعقيم تعقيم. الشخص اللي هيسحب بلاد كلتشر لازم يكون متعقم تماما ويسحب بلاد كلتشر. انت بنسبه كبيره مش هتتعرض بلاد كلتشر لو انت شغال في معمل، هتتعرض للتيوبات التانية. فاحنا حطينا في الاساس الاول البلاد كلتشر لان دي محتاجه تعقيم، انت بتتعقم تماما وتسحب البلاد كلتشر وبعد كده بتكمل بقيه الانابيب، بس لازم البلاد كلتشر تبقى رقم واحد. طب احنا دلوقتي هنسحب تحاليلنا المعتاده في المعمل بتاعنا، هنمشي بترتيب ازاي؟ اول حاجه هنمشي بيها الصوديوم ستريت تيوب، هنسحب فيها الاول. يعني لو لينا تحاليل هتتعمل في صوديوم ستريت تيوب هنسحبها الاول. تاني حاجه هنسحب السيرم تيوب، هنحط الدم في السيرم تيوب، هقول لك تحطهم ازاي بس انا بقول لك الترتيب بتاعنا. تالت حاجه الهيبارين تيوب، رابع حاجه الاديتا تيوب، اخر حاجه خالص معاك اللي هو الفلورايد اللي هي الانبوبه اللي قلنا بتشتغل في تحاليل السكر. وزي ما فهمنا هم عملوا ايه بقى؟ يعني هم ترتبوا الترتيب ده بناء على ايه؟ قال لك احنا هنمشي بالاقل تاثير للاكثر تاثير. يعني ايه الاقل تاثير للاكثر تاثير؟ احنا قلنا الاديتا دي لو نقطه اديتا لمست السن بتاعك واختلطت بالدم بتاعك عملت مشاكل في معظم التحاليل الباقيه. فعشان كده خلاص هنخلي ماده الاديتا او نخلي الاديتا تيوب نخليها في اخر ترتيب. فهنمشي بالصوديوم ستريت لان الصوديوم ستريت دي خاصه بالتجلط، خاصه بتحليل السيوله عامه، فدي مهمه اللي انا امنع الفاكتورز تشتغل فاسحبها اول حاجه واخلص منها. بعد كده السيرم تيوب دي انابيب ممكن يبقى فيها كلوت اكتيفيتور، فانت ممكن في حاله واحده تستخدم السيرم قبل الصوديوم ستريت لو فاضيه خالص. لو فاضيه خالص السيرم تيوب ممكن تستخدمها قبل الصوديوم ستريت، بس احنا عشان نمشي بالترتيب المظبوط خلاص هنحط لنفسنا الترتيب دوت: بلاك كالتشر تيوب، صوديوم ستريت تيوب، سيرم تيوب، هيبارين تيوب، اديتا تيوب، واخر حاجه الفلورايد. هنيجي بعد كده نشوف بقى احنا بنرتب ازاي او بنفضي في الانابيب دي ازاي. انت دلوقتي سحبت على البلاد كلتشر، خلاص اتعقمت، سحبت بلاد كلتشر، قفيت تعقيمك مثلا، خلاص سحبت البلاد كلتشر خلصتها. همشي بالنظام المعتاد، هسحب من اول الصوديوم ستريت،
هاخد السن بتاعي احطه في الصوديوم ستريت، احافظ او اراعي ان انا السن بتاعي ما يمسكش في اي نقطه من الماده المانعه للتجلط، عشان ما اثرش على التحاليل التانية. يعني انا بحط برضه ما احطش بشكل عشوائي واسيب السن او اسيب الابره وماليش دعوه، لا انت تبقى مركز، اي نقطه هتاثر معاك. فانت هتملي الانبوبه اللبني، وبعد كده تاخد السن وتبقى محافظ ان هو ما يمسكش فيه حاجه، تحطه في الانبوبه الحمراء اللي قدامك دي، وبعد كده تاخدها في الانبوبه الخضراء، وبعد كده تاخد في الانبوبه الموف، وبعد كده تحط في الانبوبه الرمادي. تبقى ماشي بنظام كده مترتب. يعني العشوائيه ما بتأديش غير في لكل حاجه غلط. خليك مرتب نفسك، هتلاقي كل حاجه بقت معاك مظبوطه وماشيه كويس. كده احنا فهمنا الترتيب، عشان ناس كتير، يعني ناس كتير مش عارفه الموضوع ده، ولو عارفاه ما بتمشيش بيه ولا ما بتستخدمهوش اصلا. فانت لازم تكون عندك اساس كويس، تبقى ماشي بترتيب وتبقى منظم في شغلك، عشان برضو تراعي حتة انك يبقى عندك ضمير. انت ممكن العشوائية ديت، عدم الضمير والعشوائية يؤدي لنتائج غلط، ويؤدي لحاجات بعد كده مش كويسة. فانت بتأذي نفسك، بتضر نفسك وبتضر حد ملوش دعوة. حد يعني ايه، عايز يطمن على نفسه صح، عايزك تطمنه، مش عايزك تديله نتيجة وخلاص. فحرام يعني، انت بتراعي ضميرك وبتراعي ربنا برضه، فتبقى عارف نظامك، تبقى عارف شغلك، تبقى متقن اللي انت بتعمله وفاهمه كويس. واحنا فهمنا احنا بنعمل ده ليه. احنا بنعمل ده عشان نقلل التلوث ونقلل المشاكل اللي بتحصل. قلت لك زمان اما لاحظوا المشاكل دي في مرضى كتير، يعني الدكاتره كانوا بيجوا لهم تحاليل، كانوا بيلاقوا ارقام فلكيه، مثلا بوتاسيوم عالي قوي، كالسيوم قليل قوي. فقالوا لا، في مشكله. فعشان كده عملوا الدراسات والابحاث، والمنظمه اللي قلت لك عليها دي حطت بقى الترقيم ده، حطت الترتيب ده. فعشان كده لازم نكونوا ماشيين بيه. المنظمه دي اسمها CLSI، يعني مش مهم تعرفها، بس منظمه مشهوره. يعني الناس كلها المفروض، يعني المعامل الصح، المعامل اللي ماشيه كويس لازم تكون ماشيه بالترتيب ده، ومفهمين او ومفهمه الناس بتوعها الترتيب ده. نيجي لمثال معانا، مثلا لو احنا مريض ليه تحاليل CBC، هنفهم التحاليل. يعني احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه كل ده بنحط اساس لنفسنا، احنا ماشيين واحده واحده من الصفر يعتبر. بس هنيجي ناخد مثال، وليكن مريض ليه تحليل CBC صورة دم كاملة، وليه تحليل BT البروثرومبين تايم، وBTT البارشر ثرومبوبلاستين تايم، والبوتاسيوم والكرياتينين. CRD في اختصار للكرياتينين. وهنعرف كل تحاليل بكل الاختصارات بعد كده واحدة واحدة. فاحنا دلوقتي خدنا CBC ده بيتسحب على تيوب موف، الBT والBTT بيتسحب على تيوب لبني، الكي اللي هو الاختصار للبوتاسيوم ده بيتسحب على تيوب حمراء، CR ده اختصار للسيرم كرياتينين ده بيتسحب على تيوب حمراء برضه. انا هاجي ارتب ازاي؟ انا هحط الاول قبل ما اسحب العينه، انا برتب التيوبس بتاعتي. هحط التيوب اللبني الاول، بعد كده التيوب الحمراء، بعد كده التيوب الموف. سحبت عينه الدم بتاعتك، جه الدور اللي انا افضي في الانابيب، الدم. انا رتبتهم خلاص، اروح رايح حاطط السن في التيوب اللبني لحد ما اوصلها للعلامه. قلنا توصل لحد العلامه، ده مهم جدا. بعد كده اطلع السن وانا محافظ ان هو السن بتاعي ما اختلطش باي حاجه من التيوبس. يعني في ناس تروح مدخلها السن جوه وتقعد تقلب في الدم، فخلاص الدم اللي هو اختلط الماده المانعه للتجلط واختلط بالسن كمان، فانت نيلت الدنيا خالص. لا، انت تحط السن، تفضي الدم وتروح مطلعه من غير ما يمسك في اي حاجه، تروح مفضيه في التيوب السيرم اللي هي الحمراء. يعني تحط الكميه اللي انت شايف ان هي تقضي تحاليلك، بعد كده تروح مطلعها تحطه في الانبوبه الموف. كده انا مشيت التحاليل صح، كده انا مشيت الترتيب صح، كده انا اطمنت ان انا مش المشكله مش تبقى عندي بقى. ده حاجه بيسموها يعني ايه الحاجات دي تفاديا لحاجه اسمها بري اناليتيكال. البري اناليتيك يعني عامه المشاكل اللي بتحصل قبل التحليل. يعني انت ده مشكله ممكن تحصل قبل التحليل، يعني دي مش مشكله في التحليل. يعني الواحد لما يلاقي البوتاسيوم بتاعه عالي يقول لك لا دي مشكله المريض، لا دي مش مشكله المريض، دي مشكلتك انت وانت بتسحب، مشكلتك انت قبل ما نعمل التحليل اصلا. فهمتوا؟ فعشان كده لازم الترتيب ده مهم. اتمنى تكونوا فهمتوا الجزء ده، تكونوا فهمتوا الحته دي. احنا كده خلصنا التيوب بكل تفاصيلها بكل معلوماتها، وعرفنا ترتيب كل تيوب. اتمنى تكونوا فهمتوها. وان شاء الله بقى الفيديوهات الجايه فيها بقى شرح بقى. احنا خلاص احنا خلصنا الاساس بتاع التيوب، احنا هنخش بقى في الجد. احنا كنا ماشيين من الصفر، احنا خطوه 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 بنتعلم حاجات جديده، بنتعلم حاجات. يعني في ناس يعني اظن لو في ناس بتشوفنا، في ناس عارفه كل الحاجات دي، في ناس عارفه المعلومات دي، بس احنا بنبني اساس للناس اللي لسه ايه، الناس اللي لسه طالعه، الناس اللي لسه مش عارفه، يعني مش عارفه التيوبس، مش عارفه بتشتغل ازاي، مش عارفه الترتيبات المهمه دي. ومش عيب اللي احنا نتعلم، احنا بنعلم وبنتعلم من بعض. فلازم نكون كلنا ايه، عارفين وملمين، لاننا كلنا مسؤولين عن حياه الناس.
وحياة الناس مش هزار يعني. لازم يكون عندك ضمير وانت بتتعامل مع البشر عامة، لازم يكون عندك ضمير ايا كان. ان شاء الله بإذن الله نتقابل مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.